الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، متصلين معكم متابعينا في قناة السامي وفي تغطيتنا لبطولة اتحاد الشرق. بالأمس كنا معكم في مباريات مثيرة وحماسية، ازدادت حماسا أيضا بالتصريح المميز لرئيس فريق السلام عقيل حواس الذي جاء له إصدار رائعة على مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار ردة الفعل من الفريقين في الجولة الأخيرة في هذا المساء. مباريات بالتأكيد مثيرة وحماسية، استمرارا لهذه المباريات في بطولة اتحاد الشرق. الوطن مينا الشفا يتقابل بعد قليل أو الآن مع فريق رجم الدرعية من الشمال في مباراة متوقع لها مستوى فني رائع لما يملكها الفريقين من لاعبين مميزين وأيضا مستوى فني مميز. بالتأكيد سنكون معكم بإذن الله في ردة الفعل بعد نهاية المباراة. تابعونا.
شكرا زميلي فهد البقومي مقدم الرسالة لهذا المساء. أذكر المباراة الأولى جمعت فريق نجوم الدرعية وفريق الوطن، والتي انتهت لصالح فريق نجوم الدرعية برباعية مقابل واحد، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النجم طبعا والمبدع أنس المزيعل. بداية نقول لك ألف مبروك الانتصار وأيضا جائزة أفضل لاعب. الله يسعدك وشكرا على المدح والاثناء، أطريت عليه كثير. شكرا، أنت إعلام مميز. اللقاء الأول ما مدحتك، مدحت فهد بس ما مدحتك. أنت إعلام مميز ومن أفضل الإعلاميين في الأحياء، رياضة الأحياء عموما. المباراة اليوم كانت مباراة حلوة. قدمنا شوط أول ممتاز، بداية خطفنا أول هدفين، بعدين رجعوا من كرة ثابتة. انتهى الحمد لله، انتهى الشوط الأول 2-1، وهذه نتيجة كويسة. ما بغيناهم يرجعون بالتعادل قبل نهاية الشوط لأنها كانت بتصعب علينا، لكن الحمد لله انتهت 2-1. الشوط الثاني دخلنا برغبة أكثر، بإصرار أكثر، سجلنا الحمد لله وتوفقت، سجلت وفزنا الحمد لله. المباراة الأولى للمجموعة كاملة انتهت بالتعادلات. اليوم نجوم الدرعية يفتتح التسجيل برباعية في شباك الوطن. انطباعك لمباراتكم اليوم وأيضا المباراة القادمة الثالثة، وهي قد تكون الحاسمة في حسم أمور التأهل؟ أنت بعد اللقاء الأول قلت كلنا حظوظ متساوية. الحمد لله اليوم تفوقنا، ننتظر المباراة الثانية وش يصير فيها. قطعنا تقريبا شوط كبير للتأهل إن شاء الله. باقي نشوف المباراة هذه، نشوف نتيجتها. طبعا بنشوفها وبندرس الفريق الثالث والمدرب ومساعده هم المعنيين بالأمر هذا، لكننا بنناظر نقاط الضعف ونقاط القوة ندرسهم. إن شاء الله المباراة الثالثة حتى بندخل نبغى الفوز، نبغى المركز الأول بإذن الله. نقول لكم مبروك الانتصار وأيضا تستاهل أفضل لاعب. الله يسعدك يا إعلامي يا مميز، الله يسعدك. الله يرضى. مسمينا في تقطع أعزائي المشاهدين يقف معنا في هذه الأثناء كابتن ونجم فريق نجوم الدرعية تركي الجزير. بداية نرحب فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية باسمي واسم فريق نجوم الدرعية أحب أقدم محر التعازي في أسرة الفقيد بدر السالم الذي ألمنا خبر وفاته، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. أما بالنسبة للمباراة ولا الحمد لله اليوم ثاني مباراة، شوف الفريق في مستوى متصاعد، يعني اليوم حققنا الفوز برباعية، وإن شاء الله نقدم الأفضل في المباراة الجاية بإذن الله. تركي، بما أنك أنت الأقرب وأنت الكابتن للفريق ودائما القريب لنجوم الدرعية، كنا نشاهد في المواسم السابقة اختفاء تام أو مستوى متذبذب ومتدني صراحة لنجوم الدرعية. البطولة هذه شفنا فريق بطل، فريق متكامل، فريق يؤدي كورة ويبغى الفوز. صحيح انه فريق نجوم الدرعية الفترة السابقة كان مر في ظروف منها قلة الدعم والاصابات، والله الحمد ان شاء الله في البطولة هذه لدينا نجوم، وان شاء الله من هذا المنبر راح ترون فريق نجوم الدرعية في النهاية باذن الله. جميل. نقول نجوم الدرعية في مجموعة قوية وخطفتوا شوط كبير للتأهل، فوز وتعادل تقريبا يكفيكم التعادل في المباراة القادمة حتى تصعدون للدور القادم. صحيح احنا داخلين في كل مباراة نبي الفوز ان شاء الله، والمباراة الجاية بنفوز ونتصدر المجموعة وفعلنا البطولة باذن الله. موفق حبيبي، شكرا. مستمرين في تقطيع اعزائي المشاهدين، متابعين عبر قناه السامي الناقل لبطوله اتحاد الشرق على كاس بدر السالم. يقف معنا في هذه الاثناء مدرب فريق الوطن. بدايه نرحب فيك في الظهور الثاني عبر قناه السامي، وايضا نقول لك هارد لك في مباراه اليوم. ماذا قدم فريق الوطن؟ خساره كانت مفاجاه بعد مستوى مميز قدمته في المباراه الاولى. يعطيك العافيه استاذ سلطان على الجهود اللي تقدمونها في هالبطوله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الخسارة مؤلمة لفريق الوطن، لكن المشاهد على أرض الواقع اليوم فريق مبارك أولا لفريق نجوم الدرعية 3 نقاط، وما زالت الكرة في ملعبنا. أمامنا مباراة منتظرة مع أشقائنا فريق المملكة على أرض الملعب، فبإذن الله ما زال أمامنا فرصة متاحة لنا بإذن الله تقديم بإذن الله صورة غير الصورة اللي ظهرنا بها بالشكل الغير مطلوب منا في هذه المباراة. جميل. المباراة الثالثة لفريق الوطن، مطلوب منكم الفوز ولا غير الفوز للتأهل. عندكم نقطة، الفوز يكفيكم فقط بإذن الله تعالى لضمان التأهل كثاني أو ثالث المجموعة، أو ممكن تكونون أول المجموعة. ماذا بتعدون طبعا لفريق المملكة، خصوصا فريق المملكة فريق كبير، فريق بطل، وأيضا فريق الوطن فريق كبير وبطل. انطباعك للمباراة القادمة ومدى إعدادكم لها؟ بإذن الله راح يكون بإذن الله الخسارة لليوم بإذن الله راح تعطي اللعيبة انطباع عن المباراة القادمة لمضاعفة الجهد
وما في شك أن نلعب مع فريق معروف يعتبر من أفضل فرق الرياض. بإذن الله بإذن الله نظهر بالصورة المأمولة بإذن الله، والتأهل بإذن الله ما زال في يدينا، وبإذن الله في النهاية نبارك البعض بالتأهل بإذن الله. أخيرا كابتن، مباراة الجولة الثالثة قررت اللجنة المنظمة أن تلعب على ملعبين ابتعادا عن التلاعب في النتائج وأيضا أي أمر يكون خارج الروح الرياضية، انطباعكم لهالبادرة وهل هي تصب في صالح فريق الوطن أو لا؟ ما في شك هذه بادرة طيبة من ناحية الفكرة اللي طرحت، مسألة اللي هو تلاعب في النتائج، فكرة ناجحة وحفاظا لسرية المباريات فيما بينها، وهذا شيء ينعكس على البطولة ككل. يعطيك العافية. شكرا لك. يعطيك العافية.